السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهارده جايبه لكم وصفه للرموش، بما اني عملت وصفه للحواجب. الفيديو اللي فات اللي هو اخر فيديو للوصفات كان فيديو للحواجب، تكثيف الحواجب. النهارده بقى جايبه لكم وصفه لتكثيف الرموش. مكوناتها فازلين، زيت لوز حلو، وزيت خروع. انا بستعمل كتير قوي زيت اللوز الحلو معاكم، وحتى زيت الخروع بحس اصلا ان زيت اللوز بالتحديد يعني حاجة كده خطيرة، ما اقدرش استغنى عنها. بجيب من عند العطار عادي، يعني بتجيب من عند العطار، ولو في سوبر ماركت كبير يتجاب منه. انا جايبة دوت من عند عطار، وجايبة زيت دوت من عند سوبر ماركت بقى كبير زي فتح الله وكده. ماشي، هبدأ في الوصفة. اول حاجة هحط معلقة زيت لوز حلو، معلقة صغيرة يعني. معلقة لوز حلو صغيرة، وبعدين معلقة زيت خروع برضو صغيرة. لازم تبقى الكميات كلها قد بعض. زيت الخروع زي ما قلت لكم قبل كده بيبقى سميك كده وتقيل اهو. وبعدين هحط معاه فازلين، حطيت معلقه فازلين وهبتدي ان انا اخلطهم كويس جدا. ده كده دوت. لازم يكون عندك مسكرة قديمة فاضية انتي مش عايزاها، وتغسليها كويس جدا علشان تعرفي ان انتي تحطي بيها يعني. الفازلين بيبدأ ان هو بيسيح كده، بيندمج مع الزيوت وبيسيح. انا جايبه معايا المسكره اهي، دي مسكره فاضيه لقيتها عند ماما، فرحت واخداها وغسلها كويس عشان احط فيها كده. يعتبر ان هو اندمج كويس مع بعض عشان احطه في علبه المسكره. الوصفة دي بقى تستعمليها كل يوم لمدة 4 ايام متواصلين ورا بعض لحد ما هتلاقي النتيجة ان شاء الله. وبعدين تقدري بقى تستعمليها يوم ويوم لا، يوم ويوم لا، يعني تبقي ماشية عليها عادي. دي نتيجتها هايلة. بس اهم حاجة ما تخليش الخلطة دي تدخل جوه عينك او تطلع على الجفن، يعني تخليها من اول الرمش لاخر الرمش عادي بلاش تخليها تدخل جوه يعني وكده، مش كويس انه يحصل كده يعني. تمام. كده اكون وصلت لاخر الفيديو بتاعي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة من زرار الاحمر سبسكرايب او اشتراك تحت الفيديو. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ومستنية اشوف طلباتكم. باي.